الحيض لما يبقى في حيض، مش وقت الحيض، مكان الحيض والدبر اهي، حتى مع الزوجه لا، فما بالك انت والعياذ بالله، فما بالك انت والعياذ بالله. انت على خطر عظيم ايها الشاذ، انت على خطر عظيم ايها الشاذ. ارجع تب الى الله، والا شوف العاقبه كانت لقوم سيدنا لوط ايه، شوف ربنا عمل فيهم ايه، عشان هو بيقول لهم انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، ده انتوا عملتوا مصيبه من المصايب، وربنا جعل لكم الخير اهو، ربنا جعل لكم الحلال اهو. حتى سيدنا لوط يقول لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، تعالوا اتجوزوهم على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجوزوهم بالشرع والدين اهو. يقولوا له لا، انت عارف يا لوط ما لنا في بناتك من حق وان انك لا تعلم ما نريد، انت عارف. طيب يدي عليهم بقى، ما هو لازم كده مجرمين، يجي بقى العقاب من الله. يقول ايه بقى؟ فجعلنا عاليها سافلها، يا ستير يا رب، عاليها جف وطيها، ربنا قلب لهم حياتهم كلها والعياذ بالله، عاليها سافلها، دكها دك كده عليهم. ها، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة، شوف معلمة، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، سورة هود. فخلي بالك، خلي بالك انت على يعني انت والله على خطر عظيم عظيم عظيم. وبعدين زي ما قلت لك، انت شفت الخيبة ودقت المصيبة وشفت هي قد ايه مقرفة وقد ايه والعياذ بالله الغم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصيبك بيه بعد هذا الامر، لان ده من الشيطان زي ما قلت لك. والله في سورة النمل يقول وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل الصح، زي ما صدهم لبلقيس عن سبيل التوحيد، بيصد الانسان هنا عن السبيل الصحيح القويم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل وخلق المرأة، وجعل للمرأة شهوة في الراجل ينالها بالخير وينالها بالحلال وياخد ثوابها، لكن بالحرام وبشذوذ والعياذ بالله، بشذوذ في هذا الامر. يبقى رجل لرجل، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى الرجل مع الرجل فهما زانيان، اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان، هم الزنا عادي، ده مش زنا عادي، ولذلك هتشوف انت العقاب دلوقتي. فخلي بالك، انت على خطر عظيم، انت على خطر عظيم. تب الى الله، تب الى الله وارجع، الطريق مفتوح قدامك، البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. البعد عن المعصية، اكيد اللي قال لك كده واحد صاحبك، اكيد ما عشان كده قلنا احسن اختيار صاحبك، لان المصيبة ان الاولاد لما بيقعدوا مع بعض